السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة بيزنس على السريع. النهاردة هنتكلم عن حلقة بعنوان لاعبهم ويشتروا اكتر. لو عايز تعرف ازاي احول الزبون بتاعي للاعب، تابع معانا الفيديو للاخر. طيب، ظهر مصطلح اسمه الجيميفيكيشن. الناس دلوقتي طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان هو الجيل الرقمي بيستخدم اللي هو الابليكيشنز والموبايل بطريقة يومية. فطبعا ان انت توصل له من خلال الابليكيشن، طبعا احنا بنتكلم على الشوبينج ابليكيشن هنا في الحلقه. فاحنا عشان توصل له بطريقه صح لازم تخليه الحاجه او الابليكيشن بتاعك مش بس انه بيدوس على زرار باي ناو بس ويشتري. لا، دي حاجه، او اشتري الان الزرار وخلاص كده، دي حاجه قديمه ومش هيحبوا. لازم تبقى تعمل حاجه كومبيتيتيف ايدج او كومبيتيتيف ادفانتج ليك في الابليكيشنز بتاعتك كرجل مسوق او بتاع بيع. فانت هتخلي الموضوع مش ممل، او مش هتخلي فيه انتراكشن، يعني هتخلي فيه تفاعل، هتخلي فيه انترتينمنت، يعني حاجه رفاهيه او ترفيه على الناس اللي بتشتري. فظهر الجيميفيكيشن طبعا اللي هو ان انت بتستخدم جيم اليمنتس او عناصر اللعبه في نون جيم كونتكست، اللي هو مثلا حاجه في مجالات غير مجال اللعب، زي ايه؟ مثلا الصحه، التعليم، التسوق. الحاجات دي مش لعبه، بس احنا استخدمت فيها عناصر اللعب عشان تبقى مشوقه اكتر للجيل او للناس اللي بتستخدم الابلكيشن بتاعي. طيب، ازاي استخدم ايه مثلا العناصر اللي ممكن استخدمها؟ احنا طبعا في اللي هو بتجمع نقط، وبعدين مثلا كل ما تخش على الابلكيشن، كل ما تعمل ترشيح للاصدقاء بتوعك للابلكيشن كل ما تعمل كومنت، كل ما تعمل ريفيو، بيديك نقط مثلا معينه. فالنقط دي بتتحول لخصم، مثلا بتتحول لفاوتشر او قسيمه شراء، بتتحول ان هو بيديك مثلا جيفت او هديه. مثلا كان في مثلا حد بتاع قهوه بيعمل ان هو انت بتشتري كذا مره، فبيديك في الاخر بيجمع لك ويديك قهوه هديه. ممكن مثلا هتلاقي ايه برضو، ممكن نستخدم حاجات زي البروجريس بار. كل ما تشتري بكميه معينه لغايه لما توصل 100% او 100%، هو يقعد يحسب لك مثلا انت اشتريت بكذا كذا كذا لغايه لما توصل 100%، فتاخد فري شيبمنت مثلا، او اللي هو ديليفري فور فري، ان هو توصيل ببلاش. ده ممكن تلاقي مثلا في مجال الهدوم، اشتري بكذا وهتلاقي تاخد ديليفري فري. هنلاقي مثلا الليدر بورد، ان انت بتبتدي تعمل حاجه زي لوحه تميز. لو في لعبه او في عملت لهم كويز او تحدي مثلا معين وابتدوا يحلوه، فمثلا في حد سكور بتاعه عالي فهيتحط في الاول، اول واحد، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. فيبتدي ده برضو يخلق نوع من التحدي ما بينهم، يخلي الانتراكشن ما بينهم كويس. ويبتدي طبعا انت بتستفيد ايه من الحاجات دي كلها؟ ان انت بتخلي الكونفرجن ريت، او يا اما الناس هتقعد اكتر على الابلكيشن بتاعك وده مكسب، يا اما فعلا هيشتروا المنتجات بتاعتك وده برضو مكسب. ففي الحالتين انت كسبان. في برضو ايه كمان ممكن تلاقي اللي هي الفورتشن ويل، او اللي هي عجله الحظ، اللي هي مثلا تلاقيها في جوميا. هتلاقي مثلا اللي هو تعمل سبين ذا ويل، او تحرك العجله وتكسب مثلا حاجه معينه، او تسولف البازل مثلا معين، او تجاوب على اسئله معينه وتكسب برضو على اساسها مثلا منتجات الكترونيه. هنلاقي حاجات طبعا على جوميا ونون وامازون والحاجات دي كلها، هنلاقي بيعملوا طبعا حاجه انتراكشن عشان هم ريتيل ابلكيشنز يعني. طيب، ايه كمان ممكن نلاقي؟ اللي هو حاجات زي البادجز، ان انت تاخد مثلا بادج معين، او انلوك ليفلز مثلا معينه، ان هو كل ما تعلى في الشراء بتاعك هتاخد مثلا انت الاول البرونز، وبعدين السيلفر، وبعدين الجولد. فالحاجات دي كلها بتديك امتيازات مثلا عن عملاء تانيين. طيب، الحاجات دي كلها بتخلق طبعا، انت المفروض تبني كوميونتي، او تبتدي تعمل وورد اوف ماوث، تخلي الناس تتكلم على الابلكيشن بتاعتك وعن المسابقات بتاعتك. الحاجات دي بتخلي الابلكيشن بتاعك يتنقل في حته ثانيه. طيب، دي نهايه الحلقه النهارده. طبعا انت لازم تعمل الابلكيشن بتاعك انتراكشن، يعني في تفاعل، في ترفيه، وتعمل الجوائز تبتدي تخليها مخصصه بطريقه، مثلا ممكن تستخدم الاي اي في الحاجه زي كده، ان هو الناس بتشتري بطريقه معينه فتدي لهم جوائز معينه بيحبوها، طبعا باستخدام الاي اي مثلا. ده فيديو النهارده، لو عجبك دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي ان شاء الله.